اليوم لازم نعرف شيئين مهمين. الشيء الأول إنه في عقيدة موسى عليه السلام كان حرام عليهم العمل بيوم السبت، كانوا ما يعملوا أبدا بيوم السبت. أما الشيء الثاني إنه كان في قوم اسمهم الجبارين العمالقة، كانوا عمالقة ومتسلطين وظلمة، يعني اسم على المسمى. هؤلاء القوم احتلوا بيت المقدس اللي كتبها الله للمسلمين وهم أتباع موسى عليه السلام في ذلك الوقت. الله سبحانه وتعالى شرع القتال لأصحاب موسى لاسترداد بيت المقدس، يعني صار لهم أمر من الله لقتال هؤلاء القوم. ولكن قوم موسى كان ردهم على موسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني إنه كانوا جبناء ورضيوا بالذل والهوان ورفضوا أمر الله سبحانه وتعالى وعصوا أمر نبيه. فحاول معهم موسى عليه السلام ولكنهم أصروا ورفضوا، فدعا موسى ربه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني إنه دعا عليهم قال رب إنهم عصوا أمرك